رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب. هذا الشهر فضيلة الشيخ دائما ما يكون يعني بداية الشهر يكون في حماس أو لأعمال البر والخير والعبادات والنشاط، لكن سرعان ما يتلاشى هذا أو يضعف هذا الحماس مع مرور الأيام. ما هي الوصايا التي توجهها لعموم المسلمين في المحافظة على هذا الحماس وعلى النشاط طيلة أيام شهر رمضان المبارك؟ لا شك هذا يعني يحدث كثيرا، وهذا ملحوظ. نحن نلاحظ مثلا في رمضان في الأيام الأولى يعني يأتي كثير من الناس إلى المسجد ويحافظون على صلاة التراويح، ويمكن بعض يعني يستمرون إلى نهايتها كثيرا، ويجتهدون ربما في الصدقات وفي الأذكار وقراءة القرآن. وبعد أيام إذا بالوضع يتغير، وهذا طبعا سببه في تصوري قلة التواصي. يعني طبيعة الحال أنه الشيء في أوله يكون له يعني شرة أو اندفاع وحماس بعد شوق وانقطاع. نعم صحيح. لكن بعد ذلك يأتي الإلف والعادة، ويبدي أيضا التعب. بعض الناس ربما، طبعا هذا يختلف من شخص لآخر، أنه بعض الناس يكون السبب أنه أجهد نفسه من البداية أكثر من طاقته. نحن نعلم في التمارين الرياضية أن الناس قبل ما يبدأون في المباراة أو يأخذون تسخين. نعم صح. يعني يكون الأمر يعني ينظر إلى الأخير. حتى في سباق الخيل مثلا ما يسرعون السرعة القصوى إلا صحيح. يعني عند نهاية المضمار. نعم صحيح. ولذلك نحن نجد حتى في هذه العبادة الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاجتهاد الأكثر في العشر الأواخر من رمضان. يعني الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر ويقوم الليل كله ولا يرقد، ويعني مثل ما جاء يعني يشد المئزر ويجتهد في العشر الأواخر بينما نحن نجد العكس يحصل. نجد أن الناس يجتهدون في العشرين الأول أو في 15 أو العشر الأول، حسب كل حسب طاقته، وإذا جاء العشر الأواخر انشغلوا في السوق وفي النوم وفي يعني أمور أخرى. فالعملية انقلبت في الحقيقة. الواجب على الإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيقه، وهو أحب العمل إلى الله. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. خذ طاقتك وجهدك الذي تعلم أو تتوقع من نفسك أنك ستستمر عليه وإن كان قليلا، لكن هذا لا يعني أنك تكسل. هذا موسم أيضا، شد حيلك يعني، استعين بالله. الأمر الثاني التواصي. إذا وجد التواصي بين الناس والتذكير بفضل رمضان، بفضل الصيام، بفضل القيام، يعني هذا واجب طبعا أئمة المساجد عليهم مسؤولية كبيرة جدا في أن يذكروا الناس بين فترة وأخرى.